انت متخيل ان في مبنى اتبنى من اكتر من 4500 سنه ولسه محدش لحد النهارده فاهم اتبنى ازاي؟ لا كهرباء ولا معدات ولا تكنولوجيا، ومع كده واقف شامخ لحد دلوقتي. تعال اقول لك اللي ما تعرفوش عن هرم خوفو. الهرم ده مش مجرد 3 كتل فوق بعض، ده معجزه هندسيه وفلكيه بكل المقاييس. موقعه غريب جدا. الهرم مبني على خط 30 شمالا بالظبط، والقاعدة بتاعته بتواجه الجهات الأربعة بدقة غريبة، لدرجة إن زوايا ميلانه بتساوي نص زاوية ميل الشمس وقت الانقلاب الصيفي. يعني مش بس بنوا، دول كانوا فاهمين السماء وبيحسبوا بالنجوم. طب الهرم ده مبني بإيه وإزاي؟ في أكتر من 2 مليون و300 ألف كتلة حجر، كل واحدة وزنها من 2.5 ل 15 طن. الوزن الكلي حوالي 6 مليون طن، متخيل؟ ورغم كده اتبنى من غير أوناش ولا لوادر، وفضل أطول مبنى في العالم من 3800 سنة لحد ما برج خليفة اتبنى في 2010. خلينا نتكلم عن أسرار جوه الهرم. في 2017 العلماء اكتشفوا فراغ ضخم فوق الممر الكبير باستخدام تقنية اسمها الميونات. الفراغ ده حوالي 30 متر ومحدش عارف لحد النهاردة هو ايه. وكمان في ممرات غريبة. الهرم فيه ممرات تهوية بتوصل من جوه البرج لبره، وناس بتقول كانت عشان الروح تطلع للعالم الآخر، وناس تانية شايفة إنها كانت نوع من التهوية المتطورة. طب فين اللي بيقولوا طاقة؟ في نظريات بتقول إن الهرم كان بيولد طاقة، بس لحد دلوقتي مفيش دليل علمي قاطع، كلها اجتهادات وغموض. خلينا نقول إن الهرم كمان كان لامع. الهرم زمان كان مغطى بطبقة حجر جيري أبيض ناصع، كانت بتخليه يلمع في الشمس زي الكريستالة، لكن الطبقة دي اتاكلت بفعل الزمن والزلازل. مفهوم لعنة الفراعنة مرتبط دايما بالهرم. ناس بتخاف تدخل الهرم بسبب لعنة الفراعنة، بس علماء كتير دخلوه وما حصلش لهم حاجة، مجرد خرافة شعبية اتصدرت للناس وبس. في ناس بتقول الهرم اتبنى ازاي. رغم السنين محدش يقدر يجزم الهرم اتبنى ازاي، وكل يوم بيظهر رأي جديد. هل صخرة؟ هل باستخدام رامب؟ هل كانوا عباقرة أكتر مما نتخيل؟ الله أعلم. في الآخر اللي اتبنى من 4500 سنة ولسه الناس بتدرسه وبتحتار فيه، يبقى أكيد يستحق إن احنا نقف ونسقف للناس اللي بنته. الهرم مش بس حجر فوق حجر، ده تاريخ وعلم وعبقرية وغموض لسه ما اتحلش. لو عجبتك الحلقة دوس لايك وابعته لصاحبك اللي بيحب التاريخ، وما تنساش تتابعنا لحلقات تانية من اللي ما تعرفوش عنه. وتحياتي.